بن كيران: حزبنا أدى ثمن تحرير أسعار المحروقات في الوقت الذي يستشيط فيه المغاربة غضبا من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات التي تؤثر بشكل آلي على أسعار باقي المواد الأساسية، ويحملون المسؤولية بدرجة أساسية لقرار تحرير أسعار هذه المواد من الطاقة لحزب العدالة والتنمية في شخص أمينه العام عبد الإله بن كيران. خرج الأخير ليشتكي تعرض حزبهم للهجوم على خلفية هذا القرار ودفعه ثمن ذلك. واعترف بن كيران قائلا: قضية المحروقات متعلقة بإشكال مرتبط بقرار سياسي للحكومة التي ترأستها، وجاء بمبادرة مني شخصيا وموافقة الحكومة بطبيعة الحال، وهو تحرير أسعار المحروقات، مبرزا بأن الحزب دفع ثمنا باهظا ولسنوات جراء القرار الذي اتخذه.